مساء الخير يا جماعة. دلوقتي هنشرح التابلو اللي احنا شايفينه، الإعجاز ده تابلو جميل جدا جدا. هنشوف فيه كذا حاجة مهمة نشرحها. هنبتدي بأول حاجة اللي هي الكتابات الهيروغليفي دي. تمام؟ ايه بقى الكتابات الهيروغليفي دي؟ ده رمز المدينة، ده معناه مدينة. تمام؟ وده رمز الجنوب، يبقى المنظر ده بنعمله في مدينة في الجنوب. حلو قوي. أنا عندي هنا كتابات هيروغليفي رأسية، وساعات بلاقي كتابات هيروغليفي عرضية بالعرض. طيب إيه الفرق ما بين الكتابة الهيروغليفي الرأسية والكتابة الهيروغليفي العرضية؟ أي كتابة هيروغليفي بالطول كده دي صلاة، لكن أي كتابة هيروغليفي بالعرض بتبقى حكاية أو قصة، هو بيحكي حكاية أو بيقول قصة. يبقى هنا أول حاجة شرحناها الفرق ما بين الكتابة الهيروغليفي الرأسية والكتابة الهيرو العرضية. هنيجي نبص بقى هنا، هنلاقي فاستين من الفخار. الفاستين من الفخار اللي ماسكاهم الملكة دي دول اسمهم السنو، وعادة بيبقى في أول فازة منهم 7 تماثيل من الشمع بتمثل 7 دول أعداء لمصر، وفي تاني واحدة بيبقى فيه جمرة من النار. ولما الملك بيخش المعبد بيحط التماثيل دي في جمرة النار دي علشان يقضي على الأعداء وعلى الأرواح الشريرة قبل ما يبتدي صلاته في المعبد. تمام؟ يبقى هنا شرحنا جزئين، الكتابة ومعنى الفاستين اللي من الفخار دول. شكرا جزيلا.